السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبق بقى حلو كده تعمليه في العيد ان شاء الله، طبق كباب الحلة. حلو جدا جدا، واللحمة كده بصوا زي ما انتوا شايفين دايبة دوبان. طعمها حلو قوي، ممكن تاكليها مع رز بشعرية، وممكن بالعيش كده مع شوية شيبسي جنبها وشوية مخللات. هتبقى طبق تحفة. يلا بينا نشوف مع بعض كده. انا هنا معايا اللحمة. بتروحي للجزار تقول انا عايزه قطعه من وش الفخده علشان هعملها كباب حله. هيديك القطعه الحلوه دي، هتقطعيها كده مكعبات بالحجم ده. وحته ليا كده حلوه معاه، خليه يحطها لك برده علشان بتدي طعم حلو الكباب الحله. قطعناها بالشكل ده، وهنروح كده في صينيه بقى، في حله، في اللي انت تحبيه يا ست الكل. انا هنا كنت عاملاها في الصينيه، كنت ناويه انقلها في طاجن فخار، بس طاجن الفخار اللي عندي لقيته مكسور فما نفعتش ان انا اعمل فيه كده، فكملت عادي في الصينيه. فهنا بقى ايه، حطيت معلقه من الزبده او سمنه بلدي اللي عندك متاح يا ست الكل. حطيت بقى اللحمه بتاعتي ونزلت عليها برشه حبهان مطحون، وهسيبها بقى كده تاخد وتدي لحد ما نضرب شويه بصل. هنضرب حوالي 4 5 بصلات كده في الكبه وننعمهم. انا عايزاهم ناعمين، عايزه تقطعيهم جوليان على ايدك بالسكينه قطعي يا ست الكل. بس انا حباها كده، عايزاها الاكله كده كلها تبقى كله كده، الصوص كله مستوي مع بعضه كده وما يبقاش ظاهر كتير البصل يعني. ضربت بقى البصل كده نعمته، ونزلت على اللحمه بتاعتي، وقلبت كده تقليبه. وهضيف كمان طماطم وقرن فلفل وكم فص توم، هيدوا بقى تفويحه وريحه مش قادره اقول لك، هتاكلي طبق تحفه. حطيت الاربع طماطمات دول معاهم قرن فلفل حامي شطه كده، ومعاهم 3 فصوص من التوم بس مش اكتر. حطيت شويه كمان حبهان مطحون تاني، وحطيت رشه فلفل اسود، شويه جوز الطيب صغيرين قوي، و7 بهارات برضو على حرف المعلقه كده. وهضرب الكلام ده كله من غير بقى ميه خالص كده، هخليه بيوريه. هروح بقى على اللحمه بتاعتي وانزل بالتتبيله الحلوه دي، هتدي طعم تحفه تحفه بجد مش قادره اوصف لك. طبعا هنضيف الملح بتاعنا عادي، وهنسيبها بقى تكمل سواها هنا فوق على البوتاجاز. هتستوي خالص في المرحله دي، ممكن تاخديها تضيفيها في طاجن فخار وتحط لها الشوربه اللي انا هحطها دلوقتي، لكن انا ما كانش عندي طاجن فخار. حطيت لها بقى مغرفتين من الشوربه، شوربه لحمه دي، وهدخلها تحت الشوايه يعني 5 دقايق بالظبط. اما انت لو عندك طاجن فخار ممكن يعني تفضيها فيه وتضيفي مغرفتين الشوربه ده وكلي بقى مع طبق رز بشعريه، مع شويه سلطه كده جنبها، عيش طحينه، حاجه كده تحفه. واكله حلوه قوي في العيد ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، بشكركم جدا، متنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.